لو لسه بتدرس او لسه متخرج جديد، الفيديو ده ليك. هتلاقي فيه كتير من الناس بتحبطك وتقولك الدنيا مش زي ما انت فاكر والموضوع هيبقى صعب وسوق العمل ده فيه تحديات كبيرة جدا جدا جدا. وده حقيقي على فكرة، هو الموضوع مش بسيط او مش سهل. لكن اللي ممكن يهونه شوية عليك هو ان انت تبقى فاهم انه عادي وطبيعي ومقبول ان انت اول ما تتخرج تتعب شوية في ان انت تلاقي الشغل اللي انت بتحلم بيه او بتتمناه. وممكن البداية ما تكونش احسن حاجة كمان، لكن ده مش معناه ان الطريق مسدود. لا، الطريق صعب بس ممكن توصل. عشان تسهل بقى الموضوع ده، حاول ان انت تاخد كورسات اساسية في مجال شغلك. طبعا الانجليزي ده مهم، حتى وان كنا مختلفين على بعض امور يعني، لكن الانجليزي مهم وهتحتاجه وهيفرق معاك في الشغل. طبعا مش محتاج اقولك ان احنا يعني داخلين على 2026 واقولك ان الكمبيوتر كمان مهم. دول بقى العادي والطبيعي. اللي جاي ده بقى هو اللي يميزك عن غيرك. لو انت بتشتغل او عايز تشتغل في مجال محاسبة، لازم تاخد كورس محاسبة، وكورس معترف بيه، وكورس تتعلم منه، مش تدور على شهادة وخلاص. عايز تشتغل في مجال السيلز وانت ما عندكش الاساسيات، لازم تاخد كورس تتعلم فيه اساسيات السيلز والماركتينج. مهم جدا. بتتوتر لما بتتكلم قدام مجموعة من الناس، يبقى الكوميونيكيشن سكيلز وازاي تتواصل مع الناس وازاي تعمل بريزنتيشن سكيلز او مهارات العرض والالقاء. طبعا الحاجات دي لو قدرت ان انت تدرسها او تتعلمها من وانت في الجامعة، هيفرق معاك قوي لما تتخرج وتدور على شغل وعندك الاساسيات دي، اللي ممكن انها تكون سبب في انها تميزك عن غيرك من الاف الناس اللي بتقدم معاك على نفس الوظيفة.